ورحمة الله تعالى وبركاته. راه حنا كنتواجدوا الآن في منطقة إيجوكاك، وبالضبط كما كتشوفوا المسجد كان راب، ومعنا مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين. معنا الأئمة ما شاء الله جاوا معنا من المساجد، كنوجهوا واحد الرسالة. حنا جينا من فرنسا جمعية طهارة، وجبنا مساعدات من فرنسا لغايه هنا منطقه الحوز، وحنا حنا معاهم كندوروا معاهم وكنوزعوا بيدينا. وهاد الناس الثقه التامه، اللي باغي يجيب شي حاجه يتواصل مع هاد الناس. الثقه التامه، اكثر من هاد الجمله ما عندي ما غنقول لكم اكثر من هاد الجمله. وحنا كنوزعوا معاهم بيدينا وكنشوفوا بعينينا، والامانه وصلت لاهلها. كنشكرهم كاملين، كل واحد بالاسم ديالو، وعلى راسهم السيد محمد امين الشعيبي اللي بصراحه استقبلنا جزاه الله خيرا، وحتى هما استقبلونا. وكما كتشوفوا الناس بسطاء مساكن وحفاوه الاستقبال، ولكن هذا ماشي غريب على المغاربه. حنا الحمد لله شعب الكرم وشعب الضيافه، وكنتمنى دائما نبقاو هكا متضامنين مع بعضياتنا. كنوجه رساله لصاحب جلاله نصره الله، وتنقول لي بان راه كاينين بعض المناطق النائيه اللي مساكن خاصهم العنايه، بصراحه خاصهم اكثر من العنايه. كنظن كاينين شي مناطق اللي واقيلا كاع يمكن ما كاينينش كاع في الخريطه، كاع يمكن ما كاينينش. فبغا نعرفوا هاد المسؤولين على هاد المناطق هذه، الناس اللي كينتخبوا، الناس ديال الانتخابات، يبانوا يوريونا فينا هما، لان كاين الناس مضرورين بزاف وبزاف وبزاف. وهذه رساله من مواطنه، انا مراسله جريده ضوي تي في من الجاليه المقيمه بالخارج. حنا جينا، انا شخصيا بكيت لان شفت الناس مضروره. لذلك كنوجه رساله لصاحب جلاله نصره الله باش يشوف من حال هاد الناس، لانهم حتى هما مواطنين مغاربه. وشكرا. هذا المسجد ديال تيرمل، المسجد اللي بناه امير الموحدين المهدي بن طومر في القرن الثاني عشر الميلادي. القرن الثاني عشر الميلادي كان تحفه معماريه كبيره وجميله جدا، لكن جراء هذا الزلزال اصيب ووقعت فيه حوادث كبيره جدا. ماتوا فيه 3 ديال العمال اللي كانوا خدموا فيه وتيرموا فيه. مسجد تيلمن هو هذاك مسجد تيلمن، كما شرح لنا الاخ بانه يعود الى القرن 12 كما كتشوفوا. مسجد تيلمن القرن الثاني عشر، الدولة الموحدية كما وصف لنا الإمام تاع المسجد. مساء الخير المهمة، كلشي بخير؟ على سلامتك المهمة، الحمد لله على السلامة. قولي فين وقع الزلزال فاش جيتي؟ قريب فاش بداو بوحدي، وخويا وليداتو في الجنب ديال الدار، جيران، حنا جيران انا وخويا. واحد شويه تنسمع على صحابي غير بوحدي اللي باطلين عليا الدار، تنغوت خرجت للصباح، واحد شويه تنشوف الدار ديالي قلعه، ونزلت من واحد السرب ماليه الحديد ماليه الكريم اللي خرجت منه. جات لي واحد الغرش جاتني خرجتني، تيقول لي خويا عطيني البي، كيف مشيت نلقى لك البي. مشات مرتو وولدو وبنتو، مشاو 5 الناس، وبقى هو وولدو وعروسته هما اللي بقاو جبدوهم الناس. المهم 13 واحد اللي مشى في سنين، 13 واحد في سبيل الله. امر الله يتصرف، الحمد لله. اللي بغى فينا غير ربي، حنا تنشكروه والحمد لله. الحمد لله. وتانتوما الله يكثر من مشاركوا، عاونتوا عباد الله، عاونتوا الناس، الله يجازيكم بخير، الله يعوضكم حتى نتوما. جاب لنا سيدي ربي ولاد الناس، تنبكيو تنغوتو ولكن تنشوفوا هاد الوجاه تيفاجئوا علينا. كنا مغاربه الحمد لله، الحمد لله. لا يخطيكم علينا، لا يخطيكم علينا وليداتنا. الحمد لله على سلامتك المهمة. اقسم لك بالله الا تتفوجوا علينا والله اللي شاهد،
والله يجازيكم بخير. شحال في عمرك المهمه؟ 66 وليدي. ما عمرها بحال هكا شي لا زلزال ما عقلتيش عليه؟ لا ديالها كازير لقاني بنت صغيره ديالها كازير صافي. ايوا وهذا الشيء ديال الحسيمه وديال الخارج، ولكن هذا الشيء اللي عندنا حنا والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الله يرحم هذوك الاموات امين. ويجعلهم الشهداء. وشي اللي جا بحالكم انا مريضه قولوا لي قالوا لي راه غنصيفطوا لك الدواء، تسناي واحد الطوموبيل وتجيبوا لي وجيت لهنا. الله يشافيك. صافي هذا الشيء علاش جيت لهنا. الا بغيتي تمشيو لتما مرحبا بكم. بارك الله فيك. مرحبا بكم في القيطون ونعمروا لكم ونتهلاو فيكم والله العظيم، حيت نتوما اللي عاونتونا. هذا جاه سيدي ربي، الله ينصركم. سيدي ربي اللي يسخر هاد الناس كلهم. امين. الله ينصرو الله يكون ليه في العوان. الله الله يعاونو. يشافيه. الله يعمر سيدي ربي يعاونو. الله يعديك لهم وينور في رزقكم يا ربي، وانتم معاه يا ربي. الله يجازيكم. سيدي ربي سخر هاد العباد. ايوا وليدي انتم تستاهلوا كل خير والحمد لله على سلامتكم. الله يتقبل هذوك الناس الشهداء ان شاء الله في مراحم. الله يجازيكم بخير وشكرا لكم وليدي. الله يجازيكم بخير. دابا السؤال المطروح في هاد 3 نايت يعقوب، بغينا نعرفوا الميزانيه ديال الجماعات القرويه او الجماعات الحضريه فين كتمشي، خاصه الجماعات القرويه فين هي الميزانيه. وحسب شهود عيان ان الرئيس ديال هاد الجماعه القرويه طلع في احدى خرجاته وقال بانه ما كيشوفش العميل ديال المنطقه الا ملي كتكون شي حفله، ملي كتكون شي زردق عاد باش كيشوف العميل. وملي مشى عند العميل قال ليه باش تعطيني طراكس باش نجيو نجبدوا بها الناس من تحت الانقاض، قال ليه اما لي انا بغيتي نصنع لك طراكس، قال لي غنصنع لك طراكس بيديا. وراه في احدى خرجاته رئيس المنطقه هاد القريه راه قالها في احدى فيديوهاته. وهو نفس السؤال كنطرحوه حتى حنايا. هذه مؤسسة تعليمية على حسب ما شرحوا لي الناس تاع المنطقة أنها ثانوية. كما كتشوفوا راه الدمار. السلام. الناس كلها كتشكى غير من السكن، لأن بصراحة راه داخلين حنا دابا كاينين هنا والشتا كتنزل، وخفنا ما نخرجوش من المنطقه باش نرجعوا لمدينه مراكش، لان كتعرفوا هنا ملي كتنزل الشتا في الجبال راه صعيبه. السلام عليكم. الجهه الاخرى فين كاينين الخيام. شوف نمشيو. لا ما تحصل والو، الا حصلتي راه حصلنا كلنا. لا والو، في الامان. سيدا يلا. هذا دوار إيغيل، هنا بالضبط فين كاينه البؤره نتاع الزلزال. الدمر كان هاد الجهه استاذه. انا جايه. قال لك الدمر كان هاد الجهه. هنا كاينه مدرسه كما كتشوفوا.
الاطفال مازال ما التحقوش بالدراسه حيت الاساتذه مازال ما جاو ليهمش المعلمين، والاكثريه ديال المعلمين توفاو. بغيت نقدم النداء لسيدنا الله ينصرو. راه الناس هنايا مكرفصه بزاف ماشي شويه، والناس باقي كاين اللي شي قياطنا راه ما قادين غراض مع البرد. دابا بادي البرد شي الناس بدات كتحس بالبرد مباشره ما يقضي غراض ما والو، وحنا راه مكرفصين هنايا وباقي السلطات راه باقي ما عجلنا والو. ما بقينا تنشوفوا حد، وراه الناس راه كتعاني بمعنى الكلمه. شنو هي اكثر حاجه محتاجينها دابا؟ الناس خاصهم فين تسكن. انا حاليا الوالدين ديالي الوالد والوالده مرضين 75 سنه الفوق، باقا عايشه مع اختي وراجلها وبواتي ينعس معاهم قيطون واحد. عطاونا قيطون صغير ما كافي حتى حاجه، مازال خصنا نقلبوا على قيطون. ورغم ذلك القيطون راه ما داير والو، مع البرد حنا القيطون ما داير والو. مازال ما عرفناش. خصنا بيوت، خصنا داكشي ديال الصناديق ولا المهم السكنه هي اللي مهمه. اهم حاجه هي السكنه، فين يسكنوا الناس مع البرد. انت جاب الشتاء. بالنسبه عندي واحد السؤال بالنسبه للمسؤولين، الناس اللي كتنتخبوا عليهم واش كيبان شي واحد فيهم؟ ماشي بانوا ما والو. انا عا البارح تنعيط على الرئيس الجماعه على ود قيطون لبويا وامي، ما جاوبنيش. قايد ما تنشوفوش. شفتنا واحد الخليفه تهضر معاه، خصك تناقش معاه. بقاو يهددونا بالحبس. لا هادي لا هضرتي راه حابسوا داكشي ديالهم. سكت شي مشكل، هضر شي مشكل يمكن ما درتي وحله معاهم. اما العامه وداكشي الاخر المنتخبين كاع ما تعرفوهم. حنا اصحاب مجلس النواب الحوزه راه عنده 3 المقاعد مجلس النواب وما تنعرفوهمش، ما كيوصلنا حد، ما تنشوفوا حد. واش كتكون الاحصائيات ولا لا؟ نعم، واش كتكون الاحصائيات ولا لا؟ ديالاش؟ ديال السكان، ديال نسبه السكان. بحال دابا كيقولوا بان الناس مفقودين وما عرفوهمش. واش الناس هنايا كتوفر على بطائق وطنيه؟ كاين اللي متوفر عليها وكاين اللي ما توفرش عليها. ما غالبا كارت ناصيونال كاينه، ولكن ما اللي كاين اللي عليه برا لا هو يقدر يكون مفقود ولا معنا. كاين ناس متحسبهم. لقيتوا الناس كلهم لقيتوهم ديالكم؟ لا حنا الحمد لله هنا عندنا 4 الناس هما اللي توفوا في هذا الدور. انا لله وانا اليه راجعون. الدراري راه هي دارهم 3 خوت صغارين. هذا الراجل الاخر هو تيسكن حدا داك القصر تما فين توفى حتى هو، راه خرجوهم الحمد لله. حنا ما عندناش الوفيات، ولكن عندنا الدمار الشامل هو اللي عندنا. كلشي مشى الناس راه ما بقاش يتوفروا على حتى حاجه. كما قلت لك راه الوالدين دابا خصهم باش يخرجوا داكشي اللي في الدار. باقي داك الشويه اللي بقى لهم راه باقي في الدار، مازال ما بقاوش فين يحطوا. قيطون صغير يلاه هكذا وجابوه لينا بعدا مشرك من الفوق. من فوق بينا نطلعوه بقينا مشرك وحطينا. مازال خصنا نحطوه نقلبوا نمشيو للفونداسيون ولا نمشيو للقاعده ولا فين نمشيو. اخر رساله توجهها لصاحب الجلاله. ايوا بغينا اخر رساله، اول رساله واخر رساله هو يدير بالو معنا. انا تسنى المسؤولين راه ما كاين والو. وثانيا هادشي ديال ليكول فلوس راه محبوسه، ما بقى مازال مدرسه المعلمين مشاو معلمين. هذا بان لي واحد جا دار هنا وباقي ما وجدوش ليهم والو. عاد جابوا القياطنا هما محطوطين هنا، باقي ما كاينينش القياطنا، باقي ما كاينينش. سميت هذه المنطقه؟ هذا إيغيل هذا هو السونتر ديال الزلزال، مركز الزلزال. البؤره المدرسه مازال ما كايناش، الصحه ما كايناش. بغيتي دارك شي حاجه خصك تشوف يعقوب، وترونسبور ما كاينش. ما امبيلونس وحده مره كاينه مره ما كايناش، مره طالعه مره فاهمه. هذا هو المشكل. تقدموا تنوجه الرساله لسيدنا الله ينصرو باش دوك الناس يزيرهم شويه باش يجيو لعندنا ويشوفونا. دابا راه ولا كلشي محطوط في تاني يعقوب. ما هنا راه انت كتشوفي فيها القياطنا وصافي. شكرا لك سيد، شكرا. الأهرام مشرق الأنوار، متدثر
شعار الله الوطن الملك. الناس مساكن كيضايفونا. هذه من بين البيوت اللي كانت طاحت فوق طايح فوق بقى غير لتحت. الناس مساكن بسطاء وكيجيبوا لنا داك الشيء اللي عندهم اغلى حاجه عندهم بكل صراحه والله. السلام عليكم. السلام. الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مرحبا بالمالي. السلام عليكم. احنا في دوار اغبار، يعني ابعد منطقه في الحوز. السلام عليكم. السلام. اخر خطوه ان شاء الله. الله يتقبل. ممكن كاع نهضروا مع هاد الناس. اكيد مرحبا. ان شاء الله هاد المشاق تكثر شويه. ان شاء الله. من هذا تارد انت ابعد نقطه. هذه اخر جماعه في اقليم الحوز. دابا الحدود مع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. بهذا الصوت العالي والصوت الجماعي لأئمة جماعة أغبار قيادة ثلاث يعقوب إقليم الحوز، بغينا نلبي واحد بغينا نطالبوا واحد النداء هاد الناس، هاد الأئمة، لأن كنسمعوا شي أخبار أن الأئمة في بعض المناطق المتضررة من الزلزال استفدوا من الدعم للمتضررين الذي هو عبارة عن 2500 درهم، وحنا كنتفاجئوا أننا مقصيون من هذا الدعم. لذلك نطالب الجهات المسؤولة أن تنظر بعين الاعتبار إلى جميع هؤلاء الأئمة الذين يطالبون بدمجهم في هذا المشروع الذي هو عبارة عن إعانة المتضررين من الزلزال. وشكرا لهؤلاء الناس الذين فيهم الثقة التامة أن يوصلوا رسالتنا للمعنيين بالأمر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا. بالنسبة للكلام اللي قال الأخ الكريم السي حسين أنه كلام منطقي، لأن المناطق كما تعلمون، غنكمل في الكلام ديالو، أنه مناطق كتعاني قبل الزلزال وبعد الزلزال كتعاني أكثر وأكثر، لأن هذه المناطق مناطق مرتفعة تتهاطل فيها الثلوج بكثرة. كذلك كما قال في السابق أن الأئمة منطقة جماعة أغبار قيادة ثلاث يعقوب إقليم الحوز يعانون قبل الزلزال وبعد الزلزال أنهم تضرروا أكثر وأكثر، أن منازلهم هدمت واضطروا أنهم استأجروا أو مسكن لإيواء عائلتهم. ونتمنى من جميع المحسنين والمحسنات جزاهم الله خيرا، كذلك من جمعيات المجتمع المدني، ذلك من المؤسسة محمد السادس نصره الله، أن يلتفتوا
لهؤلاء لهذه الشريحة، لأن الدعم المادي أولا لأنهم استأجروا منازلهم ولإيواء عائلاتهم، نشكرهم جميعا. وكذلك نشكر الأخ الكريم الذي أتانا من بعيد، السي عبد الصمد الذي أتى، والأخت الكريمة الذين أتوا من فرنسا، نشكرهم جزيل الشكر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا كنشكروا مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين وبمعية جمعية الطهارة برئاسة الأخ العزيز السي عبد الصمد. نقول لهم جزاكم الله عنا خيرا. هذه المنطقة من المناطق المتضررة من زلزال الحوس، وهذه المنطقة هي المنطقة ربما نقولوا راه قريبة للبؤرة ديال الزلزال، المكان الأصلي ديال الزلزال والبؤرة التي نتج عنها الزلزال هي قريبة من هذه المنطقة. وهذه المنطقة راه منطقة جبلية ومنطقة نائية وكيعيشوا فيها الناس ظروف صعبة، ونحن إن شاء الله تعالى مقبلين على فصل الشتاء، وهذه المنطقة كتعرف كما ذكرت كتعرف ظروف صعبة مناخية، كيطيح فيها الثلج، ربما كتطيح 80 سنتيم إلى متر ديال الثلج. والمنطقة باختصار هذه المنطقة تحتاج إلى رعاية، وتحتاج إلى المحسنين والجمعيات المجتمع المدني للوقوف مع هؤلاء الناس في هذه الأزمة ديال الزلزال. وكنشكروا الطاقم ديال هذه القافلة اللي أتونا من بعيد، الأخ عبد الصمد والأخت أتونا من دولة فرنسا. نقول لكم جزاكم الله عنا خيرا وتقبل الله من الجميع. أود أن أقول كلمة، ولا هو التماس من كل من شاهد هذا الفيديو، الالتفات إلى القيمين الدينيين، لأن القيمين الدينيين في جراء هذا الزلزال تضرروا بشكل كبير. تقريبا كل أئمة الجماعة وعددهم تقريبا 19 إماما كلهم تضرروا جراء هذا الزلزال، كلهم فقدوا المنازل التي هي إعانة من طرف الوزارة، منازلهم التي كانوا يسكنون فيها، ولذلك لجأوا إلى استئجار المساكن الأخرى لإيواء عائلاتهم وذويهم. لذلك نطلب من جمعيات المجتمع المدني في خارج المغرب وداخل المغرب، ونطلب من المسؤولين في الحكومة والمسؤولين على الشأن الديني الالتفات إلى جميع الأئمة المتضررين من هذا الزلزال. وأخيرا تقبل الله من الجميع، وشكرا لكم على المجهودات التي تبذلونها لإعانة الناس وإعانة الضعفاء والمساكين. تقبل الله من الجميع. ووجه الكلمة للأخ السي حسين إمام دوار أنرغي. تفضل السي حسين. أنت يا رب العالمين. ونسيت واحد القضية، نشكروا السادة المرشدون، الأئمة المرشدون، السي الحبيب اللي هو مرشد عن جماعة أغوار، والسي الاسم الكامل السي عبد الرحيم حتى هو كنشكروه. وكنشكروا القيدوم السي عبد العزيز من أطيب خلق الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل كامل هذه المناطق، هاد الناس كنشكرهم جميعا، ونطلب الله عز وجل يتقبل من الجميع. نطلب الله عز وجل المحسنون يتقبل منهم صدقاتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أعمالهم وفي أرزاقهم وفي أموالهم وفي كل ما يملكون. نسأل الله سبحانه وتعالى
كل من يساعد الفقراء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أموره وأن يبارك في أعماله وأن يبارك له في جميع شؤونه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أموره وأن يبارك في صحته وأن يشفيه من مرضه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه أمنا لهذا البلد واستقرارا لهذا البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى إخواننا المستضعفين في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم النصر والتمكين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي شوكتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى هذه المصيبة هذا الزلزال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله رحمة على العباد، أن يجعله نصرا للمؤمنين، أن يجعله نصرا للإسلام والمسلمين أرحم الراحمين رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه يوم الدين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا، إلى آخر الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ابغوني في ضعفائكم، أي من أراد محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونيل رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحسن إلى الضعفاء والمحتاجين والمنكوبين. فقد تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد قالت له خديجة رضي الله عنها لما ذهب إلى غار حراء ونزل عليه جبريل، القصة المعروفة، وخاف ورجع إلى خديجة قال: زملوني زملوني، فقال لخديجة: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. علاش؟ إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إذا اللي فيه هذه الخصلة ديال المساعدة ديال الإعانة خصوصا المحتاجين راه ما يخاف، مع ربي سبحانه وتعالى غادي يخيبوا ولا غادي يتصابوا شي حاجه. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. نشكركم جزيل الشكر. نسال الله عز وجل ان يوفقكم لما فيه صلاح دينكم ودنياكم. نسال الله عز وجل ان يصلحكم وان يهديكم ارحم الراحمين رب العالمين. نسال الله عز وجل ان يبيض وجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ارحم الراحمين رب العالمين. نسال الله عز وجل ان يستركم فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليها ارحم الراحمين رب العالمين. نسال الله عز وجل أن يجعل لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقكم من حيث لا يحتسب رحمة الله العالمين. هذه المساعدات نسأل الله عز وجل أن يجعلها صدقة جارية، في الدنيا تشفع وفي الآخرة تشفع. الله يسعد بها القلوب، الله يفرج بها الكروب، الله يغفر بها الذنوب، الله يستر بها العيوب رحمة الله العالمين. في النية ذلكم لا يعجلكم بقضاء الله، الله يغفركم بنور الله، ولا يخشى قلوبكم بذكر الله رحمة الله العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلكم مفاتيح للخير لا غالق للشر ارحم الراحمين رب العالمين. نسال الله عز وجل ان يغفر لهم ورحمهم وان يتغمدهم برحمته الواسعه، ولذلك الله يصلحهم، الله يهديهم، الله يجعلهم ذريه صالحه رحم الراحمين رب العالمين. مؤسسة محمد السادس نشكرها جزيل الشكر، يعني الأعضاء ديال المؤسسة جميعا. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما فيه صلاح الدين، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما فيه صلاح الدين، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم للخير وأن يعينهم عليها رحمة الله العالمين. بالنسبة للجمعية، جمعية طهرة التهيئة راه بدات مجهود وهي جات من مكان بعيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم، نسأل الله عز وجل أن يجازيهم عنا أحسن الجزاء رحمة الراحمين رب العالمين. الله يخلصهم، الله يجازيهم رحمة الراحمين رب العالمين. في النية ديالهم الله يعجبهم بقضاء الله، الله ينورهم بنور الله، الله يشرح قلوبهم بذكر الله، الله يفتح عليهم فتوح العارفين رحمة الراحمين رب العالمين.
المدنية نخرة ستكفي طبعا وفق باسم حب ما يبلغ في المقصود صلى الله عز وجل أن يبيض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أرحم الراحمين رب العالمين. ورشيدة للتهيئة ذات الجهود بغات الدعاء إن شاء الله. صلى الله عز وجل أن يوفقها لما صلى الله عز وجل أن يحفظها كما حفظه صلى الله عز وجل أن يبيض وجوهها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صلى الله عز وجل أن يحفظها وأن يسترها يا أرحم الراحمين في نياتها لا يعيش بها بقضاء الله الله ينور بها بنور الله ويعش قلبها بنور الله يا أرحم الراحمين صلى الله عز وجل أن يسترها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. أخ نعمة أصل من مالي وجا هو صايق وسلفنا كاميون ديالو ندعو مع وليداتو افيك سي زونفون سا فامي مع وليداتو مع عائلتو حتى هو جا براني وجا عاوننا صبر معنا. نعمة دوكوري من المالي. آمين آمين. الله عز وجل أن يحفظه ذهابا وإيابا غائبا وغائبا الله عز وجل أن يحفظه من كل شيطان وهذا ومن كل عين ما يرحم الراحمين يهديه ما يصلحه ويجعله ذرية صالحة الراحمين الله يهديهم ويرحم الراحمين ديال الإيمان صلى الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم الراحمين صلى الله عز وجل أن يهديه ويوفقه صلى الله عز وجل أن يجعل لهم من دنيا ومخرجا فيها من فرج الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا بالباقيات الصالحات.